عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. بما نقله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى صلاة الفجر، فهي الأولى، والثانية الظهر، والثالثة العصر وهي الوسطى، والرابعة المغرب، والخامسة العشاء. وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين يعني الظهر، يعني الفجر والعصر، لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار. وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعة أو غير جماعة. وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده، يعني أنه دخل في عهد الله، فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي عهده. فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإن من يطلبه الله يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن. المنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا، لأنهم إنما يصلون مراءة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كالفجر في يومنا، أي أن الليل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل حالك لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف. لكن عندنا الآن ليلنا ولله الحمد كنهارنا، بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء، لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصلون. والمهم أن في هذا الحديث وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث الذي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة.
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذه الأخوة هي أوثق الأخوات، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد تتخلف أو قد يتخلف مقتضاها، ويكون أخوك من النسب عدوا لك كارها لك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة، تنفع الإنسان في حياته وفي مماته. لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك. ثم قال: لا يظلم ولا يسلم. لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني لا يظلمه في أي نوع من الظلم. ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه، فهو يدافع عنه ويحميه من شره. فهو جامع بين أمرين: الأمر الأول أنه لا يظلمه، والأمر الثاني أنه لا يسلمه لمن يظلمه، بل يدافع عنه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه يعني إذا سمع أحدا يسبه ويغتابه يجب عليه أن يدافع عنه، وكذلك أيضا في بدنه، لو أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه وجب عليه. وكذلك في ماله، لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليك أن تدافع عنه ولا يسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها فإن الله تعالى يساعدك في حاجته ويعينك عليها جزاء وفاقا. ويفهم منه أن الإنسان إذا ظلم أخاه فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن أخوته ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته فإنه يفوته هذا الخير العظيم، وهو أن الله إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه ويجد في نفسه هما وغما، فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وتفريج الكربات إن كانت كربة مالية فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة، إن كانت كربة معنوية فبالحرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة. إذا كانت الكربة كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له وتبين له أن الأمور لا تدوم وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما فيه هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكربة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر يعني غطى عيبه ولم يبين فإن الله يستره في الدنيا والآخرة. وهذا ليس على إطلاقه،
بل هناك نصوص تدل على أنه غير مطلق. فالستر قد يكون مأمورا به محمودا وقد يكون حراما. فإذا رأينا شخصا على معصية وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيده الستر إلا طغيانا فإننا لا نستر بل نبلغ عنه حتى يرجع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا كان رجلا لم يبدر منه بوادر سيئة ولكن حصلت منه هفوة فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد لا للجهات المسؤولة ولا لغيره. فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن تستر عنه العيب الخلقي إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك وهو يتستر ولا يحب أن يطلع عليه الناس فإنك تستره. إذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا كان سيء الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق واسع الصدر وأنت تعرف منه خلاف ذلك فالسر. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال التي يقوم بها الإنسان الأعمال السيئة ينقسم إلى قسمين: قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر فهذا لا يستر عليه، وقسم آخر حصلت منه هفوة فهذا هو الذي يستر عليه. أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل والله المستعان.